في مسبحة هتحصل في الآثار المصرية في الأيام الجاية. تعالوا نعرف إيه حكايتها وإيه اللي هيحصل فيها. مسا الجمال على أحلى متابعي قناة مصر جميلة مع نيرفانا. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا دايما بصحة وبخير وبسلام. كل مرة أحكي لكم عن القطع الأثرية اللي بتتباع، وبصراحة في دار مزادات كبير قوي موجود في بريطانيا بيبيع الآثار المصرية كل شوية، اسمه دار بونهامز. بونهامز ده يعني متأسس من سنة 1700 وحاجة عشان تكونوا عارفين، من زمان. وهو بيبيع يعني يعتبر من أكبر المزادات، وبيبيع آثار كتيرة جدا من جميع أنحاء العالم. بس طبعا زي ما انتوا عارفين نصيب الأسد دائما من ناحية مصر. مصر الآثار اللي فيها مفيش زيها، والإقبال عليها بيكون شديد. الأيام الجاية هنشهد بيع 57 قطعة أثرية مصرية في المزاد ده. طبعا ممكن يكون العدد أقل أكتر تقريبا يعني. فطبعا أنا كذا مرة أقول لكم يا جماعة إن القطع الأثرية اللي من الذهب ما بتكونش ذات قيمة عند الأجانب. ف وده السبب جهلنا، ان احنا دايما لما انا اعمل فيديوهات حوالين الحفاير والاكتشافات الاثريه، الاقي الناس دايما في الكومنتات فين الدهب فين الدهب فين الدهب، عشان بس تعرفوا احنا فين وهم فين. وكذا مره اوضح لكم واقول لكم يا جماعه الخير ان الكتابه هي الاهم عند الاجانب، مش تمثال او مش الذهب. لأن الدهب سهل إن هم يلاقوه تحت الأرض، لكن الآثار دي المعلومات اللي فيها بالدنيا وكنوز هائلة يعني. فلاحظت حاجة عايزاكم تلاحظوها معايا، وتعالوا بينا نعرف الآثار دي هتتباع بكام والأسعار عاملة إيه. لو عايزين تدخلوا على الموقع بتاع المزادات ده هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، ابقوا ادخلوا منه. يلا بينا نشوف بقى الحاجات بتتباع الأسعار عاملة ازاي، وايه أغلى حاجة، وليه الحاجة دي بتبقى غالية وليه الحاجة دي بتبقى رخيصة. زي ما انتم شايفين، أولا أغلبيتها تماثيل أوشوبتي، أسعارها ثابتة، يعني 130 ألف جنيه 190 ألف جنيه أسعارها ثابتة. يعني تماثيل أوشوبتي يعني عايزة أوضحها لكم ازاي. مفيش فيها جديد، هي بتبقى صيغة واحدة مكتوبة فيها وخلاص، على كده مفيش فيها أي إنجاز. لما نيجي بقى نشوف ورق البردي بيتباع بكام عشان مكتوب عليه، شوفوا بقى السعر بتاعه عامل ازاي، غالي جدا برغم انها حتة ورق بردي ولا ليها لازمة ومتقطعة من ورقة كبيرة، بس سبحان الله أغلى من تمثال الأوشبتي بالسعر اللي انتم شايفين ده، 450 ألف 320 ألف. وعندنا ورقة تانية بتتباع زي الأوشبتي 190 ألف، من 130 ل 190. عندنا بقى التمثال ده نفس السعر، نفس سعر الأوشبتي، نفس سعر التمثال التاني ده بقى علشان من الذهب فغالي شوية. نفس الحكاية التماثيل، نفس الحكاية، الحاجات دي كلها الأسعار ثابتة. تعالوا هنا هنلاحظ هنا في تمثال بيتباع ب2 مليون و200. زي ما انتم شايفين الأسعار متفاوتة مختلفة، ما يعني في أسعار ثابتة وفي أسعار متغيرة. الأسعار عالية بالنسبة للأسعار اللي مكتوب عليها كتابة. هنيجي هنا في ماكيت عبارة عن رجل وامرأة، غالي جدا زي ما انتم شايفين، ب4.5 مليون، 3 مليون و200 لغاية 4.5 مليون. العلب اللي هي مقفولة أو بيبقى جواها حاجة بتبقى غالية، لأن في ناس ممكن تاخد الحاجات اللي جوه وتعمل تحليل عليها. القطع اللي مكتوب عليها باللغة المصرية القديمة مختلفة تماما في السعر. لما نيجي نشوف بقى القطع الأثرية الذهبية، أدهو زي ما انتم شايفين. يعني شوفوا مثلا القطع الذهبية دي كلها من 130 ألف 190 ألف، يعني بتمن الأوشبتي. يعني الأوشبتي الواحد بكل القطع الذهبية دي. انتوا متخيلين؟ عشان الناس اللي كل ما يحصل كشف أثري يقولوا فين الذهب فين الذهب، أدهو الذهب يا جماعة ملوش قيمة، ملوش قيمة في عالم الآثار عشان تكونوا عارفين خالص. الحضارة المصرية القديمة عظيمة مش في ذهبها مش في فضتها، عظيمة في علومها، في كلماتها، في الحاجة اللي مكتوب عليها عشان تكونوا عارفين. طبعا الأسعار طبعا واضح إنها عالية. لما تيجي انت تلاحظ هتلاقي ان الناس اللي بتبيع الآثار وفاكرة ان ده حلال ليها، أولا زي ما انتم شايفين انتوا مش بعتوه بالأسعار دي خالص، انتوا بعتوه بأسعار أقل. فانتوا زي ما انتم شايفين هما كده كده بره مستفيدين الاتنين، مستفيدين العلم
اللي خدوه ومستفيدين من الآثار دي بيبيعوها تاني وبيكسبوا فيها تاني. أنت بقى اللي خسران بلدك، خسران أصلك، خسران علمك، ويتحكموا فيك في الآخر. وكده كده فلوس هتطير، عشان تكونوا عارفين الفلوس يا جماعة اللي بتيجي بالسهل بتروح بالسهل. فشفتوا انتوا مزاد هيبيع كل القطع الأثرية دي في يوم واحد، عشان تكونوا عارفين. طبعا انا اتحدى ان يكون فيها حد مصري. مفيش حد مصري هيشتري القطعه دي تاني، عشان تكونوا عارفين مفيش حد هيشتري. اللي هيشتري ده الناس الاجانب، وممكن العرب ويخبوه. يعني العرب ممكن يشتروا القطعه دي ويخبوها، زي ما حصل في التمثال بتاع سيخ في واحد عربي قطري واخد الجنسيه الامريكيه، اشترى التمثال خفاه فين ما نعرفش لغايه دلوقتي. سيخ ده راح فين؟ تمثال ايقوني عشان تكونوا عارفين. فالمزادات دي لما شفت ناس بيتكلموا عنها افتكروا ان الدولة هي اللي بايعة الآثار. لا يا جماعة، الدولة ما بتبيعش آثار. الآثار دي طلعت في فترات كانت قديمة، يعني مثلا 1800 وحاجة، 1900 وحاجة في الأول، 1700 وحاجة، 1600 وحاجة. في الفترات دي كلها كانت بتتباع عادي جدا، لأن ما كانش في قانون يجرم. وبعد كده حاليا الحفاير الغير شرعيه اللي بتحصل ودلوقتي بيحصل لها تهريب، القطع الاثريه دي ممكن اساسا ما تظهرش، لانها لو ظهرت هترجع، لان قانونا خلاص هي طلعت بعد القانون فهترجع. وده سبب ان احنا بنرجع اثار كتيره جدا اليومين دول. لكن الاثار اللي هتطلع اليومين دول الله اعلم ايه اللي هيحصل ليها. فكل الاثار دي بيحصل ليها ايه بقى؟ بيحصل ليها ان بيبقى معاها ورق بيثبت هي طلعت في انهي وقت وطلعت ازاي، وايه احقية الناس دي فيها. لو الورق ده حقيقي مش مضروب، بتفضل القطعة الأثرية دي زي ما هي، ما نقدرش نطالب بيها. لكن لو طلع ان الورق ده مضروب ومش اصلي، يبقى من حقنا نرجعها. ده طبعا يعني هم طبعا اكيد واثقين من القطعة اللي هم مطلعينها. القطعة دي بقى يا نيرفانا جمعوها ازاي؟ تعالى اقول لكم. واحد مثلا ابوه كان بيزور مصر سنة 1800 وحاجة، الناس دي كانوا بييجوا يشتروا آثار بكوباية شاي. او ربنا يجي المصري يدوا لواحد مصري مثلا برطمان شاي، ياخدوا قصاده موميا. والله كان بيحصل زمان كده. ففي ناس كتيرة جدا، اشخاص كانوا بياخدوا الآثار دي ويقتنوها اقتناء شخصي، ومعاهم ورقهم ومعاهم حاجاتهم ومعاهم كل حاجة. فالناس دي مثلا احفادهم مش عايزين القطع دي، فبيبتدوا يتبرعوا بيها، او يبيعوها، او يحطوها في المزادات دي ايه تتباع. فهم ليهم احقيه في التصرف فيها. في بقى متاحف بيكون عندهم قطع اصليه وهم مش عاوزينها، عايزين يطوروا من متحفهم، عايزين يطلعوا قطع تانية، عايزين يرمموا القطع اللي عندهم، فيبتدوا يبيعوا برضو القطع الاثريه دي. فهي المزادات دي بتكون قانونيه، والاثار اللي فيها اثار شرعيه انها تتباع من جميع العصور بقى، من مصر قديم، مصر حديث، آثار يوناني وروماني، آثار عراقية، آثار سورية، أيا كانت الآثار إيه بتتباع. فبتبقى على عينك يا تاجر. الآثار اللي هي طالعة بورق مضروب بترجع. فهمتوا؟ عشان أنا شفت كذا مرة وكذا واحد بيقول إن الدولة هي اللي بايعة. لا، الدولة ما بتبيعش.